الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. إن شاء الله متابعين علشان نعلن عن شركة ونحتفل بشركة FBC. يا صباح الفل. الناس نامت وقامت لقيت نفسهم منصوب عليهم FBC، شركة إلكترونية على النت. فالناس قالت لك ايه ده؟ طب ما دي الكسب حلوة قوي، ازاي انا احط فلوسي في مكان من غير ما اروح ولا اجي ولا اشقى ولا اتعب يولد فلوس؟ فالناس قالت لك ايه، طب ما انا اجرب. حبايبنا بتوع الغربية والمحلة جربوا، نصب عليهم في قد كده. يعني بيقول لك اكتر نصب حصل من مصر. شركة FBC شركة إعلانات عالمية. الشركة دي يعني بتحقق من وراها أرباح كويسة، وطبعا كل إنسان أو كل واحد بيدخل في الشركة دي وبيحقق أرباحه، ولو دخل حد معاه أو حد اشترك معاه برضه بيحقق أرباح أكبر. بتوعنا حبايبنا بتوع مصر بيقول لك ايه، اجرب انا ب 100 جنيه الاول. فانا لما احط 100 جنيه وتجيلي على الموبايل الكاش اللي هو الحاجات اللي عن طريق البنك والكده، فودافون كاش وما الى ذلك، او النستا باي، فالناس هحط 100 تجيلي بعد شويه 200، فانا احط اكتر عشان اكسب اكتر، احط 1000 تجيلي 2000، احط 6 تجيلي 12. ابتدوا يلعبوا على كده لغايه ما نصبوا على الناس 6 مليار دولار. تم القبض على صاحب الشركة طبعا او المنصة الالكترونية. ازاي يا جماعة احط فلوسي من غير اي مجهود وتجيب لي فلوس؟ انا لو عايز احط فلوسي في حاجة احطها في ذهب، احطها في عقار كويس، احطها اركنها في البنك تجيب لي على الاقل فوائد، يعني دي استفدت. فاحنا بقينا نستسهل الكسب السريع. لو انا قاعد في بيتنا نايم، هوبا ايه ده الفلوس زادت، ايه ده بسرعه كده. فالناس بقت تستسهل القصه دي قوي وبتحط فلوسها، وبقت تحط. في ناس باعت ذهب مراتاتها، في ناس باعت عقاراتها عشان تكسب اكتر، في ناس جابت فلوس من بره خارج مصر وهي شقيانه فيها في دول الخليج، حطتها في المنصه خسرت شقى عمرها، في ناس موتت نفسها علشان خاطر ان فلوسها اتنصب عليها فيها. مش ده اللي احط فيه شقه عمري؟ انا مين الناس دول؟ طب افرض اتنصب عليا، اروح اخبط على باب مين؟ ناس من امبارح عماله ترفع بلاغات وتعمل صباح الفل. محدش هياخد حاجه، محدش هيرجع له حاجه. فكروا قبل اي قرار. انا اتعرض عليا الموضوع ده كتير قوي 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 قوي. واللي يقول لك ايه بقى، اصل انا لو جبت نسبه عاديه هاخد نسبه من ارباحهم هتنضم عليا. هي الحدايه بتحدف كتاكيت. اتعرض عليا كتير جدا من ناس من مصر، من ناس خارج مصر. وانتي بتقعدي في البيت اشتغلي من غير ما تبذلي مجهود، بدل ما تروحي خدي بالك من ولادك واكسبي. يا نصابين، هم اساسا منصوب عليهم. يعني هم اللي بيكلموني دول اصلا منصوب عليهم. ولما كسبوا شويه فلوس افتكروا بقى ان ايه، كل ما يجيبوا ناس اكتر هيكسبوا اكتر. مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها ان انت قاعد في بيتك نايم فلوسك هتزيد. الفلوس بتزيد بالشقة وبالمجهود يا لهوي يا لهوي.